السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واحلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله برسيل الجل اللي هنعمله مع بعض النهارده. عاملينه بمكونات بسيطة قوي، وعاملينه بمكون احنا بنرميه، وهو بر والصابون، الحتت الصغيرة دي اللي بتبقى على الحوض. عملنا بيها، عملنا كمية حلوة، التقل بتاعه كمان تحفة. كمان وهو سخن اول ما يبرد هتلاقي التقل بتاعه اكتر من كده، تحفة بجد. وهيقضيلك على اصعب البقع اللي في الهدوم بتاعتك بجد، وريحته بجد تجنن. يا ريت تجربوه، المكونات اللي فيه حلوه قوي قوي. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي تشيروا الفيديو فضلا وليس امرا، عشان كل اصحابكم وحبايبكم يشوفوه. ويا ريت ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. شوفوا تقولوا روعه بجد، والمكونات اللي فيه تحفه. انا هوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي. بصوا يا حبايبي، دي ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي. واخد شويه شويه، مش كتير خالص اهو. ودي فوطه بتاعه مطبخ اغسلها فيه زي ما ايه. لحظه واحده. اه يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده. عايزه اوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي. رغوته جامده 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 بجد. احلى برسيم جيل عملناه مع بعض، روعه روعه. شوفوا، شوفوا الرغوه بتاعته عامله ازاي. بصوا يا حبايبي رغوته عامله ازاي، زي ما انتم شايفين كده. رغوته جامده بجد. ايه رايكم بقى؟ بصوا الرغوه بتاعته يعني قربت تنزل من الطبق، رغوته تحفه. زي ما بقولكم يا حبايبي بقى، رغوته عامله ازاي تحفه. ايه رايكم بقى؟ بجد روعه. بجد احنا مش هنشتري البرستيل بالجوده دي ولا بالرغوه الجميله دي. بجد تحفه تحفه. شوف رغوته عامله ازاي، احلى كمان من بتاع الشركات. بجد تحفه. ايه رايكم بقى؟ مفيش اجمل ولا احسن من كده، بجد تحفه. زي ما انتم شايفين كده، روعه. هتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. ايه رايكم بقى؟ جميل جدا جدا. المكونات اللي حاطينها فيه بجد روعه، تقضي لك على اصعب البقع. يلا بينا بقى على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدا الوصفه هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا، انا معايا بر وصابون. ده الصابون اللي بيبقى فايض في الحمام، بيبقى في الحوض بنرميه. بدل ما ترميه جمعيه، بر والصابون ده تمام. وده برضو قطع من بتاع الصابون البلدي، كان عندي برضو كده يعني كان فايض وانا مقطعاه كده من مطرح ما كنت عامله الصابون. بدل ما ارميه برضو جمعته كده وهعمل بيه وصفه. طب لو انت ما عندكيش البرو ده، ممكن تشتري صابونه بريحه. مش عايزه تشتري الصابونه بريحه، ممكن عندك صابونه بلدي اعملي بيها. يعني ما تكلفيش نفسك، الموجود عندك اعملي بيه. تمام. انا هقطع الصابون ده بالسكينه، لانه مش هينفع ابشره لانه طري شويه. تمام. احط عليه ميه وارفعه على النار وارجع لكم تاني. اه يا حبايبي، انا كده رفعته على النار اهو. تمام. تهدي بقى على النار. انا هدوبه وارجع لكم تاني. اه يا حبايبي بقى، بعد ما دوبته بصوا هو لسه على النار. زي ما انتم شايفين كده، انا دوبته خالص اهو. وعامل رغوه عامله ازاي تحفه. الا ريحته بقى من الصابون ابو ريحه، تحفه تحفه. انا بقى هنزله. شوفوا هو خلاص داب اهو، زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هصك عليه النار وارجع لكم تاني. بصوا يا حبيبي، انا بعد ما سكيت النار على الصابون، فانا ما كملتش الفيديو، كان ورايا حاجه فركنته، ما كانش في نيتي اركنه اصلا. بس بصوا من بره الصابون عمل قطعه عامله ازاي تحفه. انت ممكن تركني كده برضو، انا ركنته كده حوالي نص ساعه. بصوا القطع. ممكن تركني كده او تشتغلي بيه، انا كنت هشتغل بيه عادي. انت لو عايزه تركني كده وتسيبيه لما يتقل كده عادي، ما فيش اي مشكله. عايزه تعملي على طول برضو ما فيش مشكله. بس كان في مكونات كنت هحطها، كانت عايزه تتدوب، نسيت احطها معاه. فانا هجيب له هجيب ميه سخنه وادوب فيها الحاجات اللي هوريها لكم دلوقتي. بس قبل ما ادوبها يا حبايبي هفضي بس الصابون ده هنا. تمام. اه يا حبايبي، انا فضيته كده هنا. طبعا هو برده هيعوز ميه سخنه، فعشان كده انا اضطريت اجيب تاني ميه سخنه احطها في الطبق مطرح الصابون. لحظه واحده هجيب بس الميه. ايه يا حبايبي، دي الميه مطرح الصابونه اهي. معلقتين سكر، معلقه دنكار، معلقه ملح طعام. تمام. في مكونات تانية هجيبها يا حبايبي بعد ما حطيت السكر والدنكار والملح. دولت كده معلقتين، معلقه كبيره زهره بيضه، ومعلقتين مسحوق، اي مسحوق عندك. تمام. اهو حطيت حوالي لتر ميه، واللي انا كنت حاطاه على الصابون برده حوالي لتر كده. ده لتر وده لتر. تمام. ثانيه واحده هقلبه. اه يا حبايبي، انا دوبتهم اهو. يبقى انا حطيت لتر ميه عليه معلقتين سكر، معلقه دنكار، معلقه ملح صغيره بتاع الطعام، 3 معالق مسحوق، اي نوع مسحوق، انا حاطه اوكسي.
ومعلقه زهره كبيره. طبعا انا كنت محتاجه اصلا ميه سخنه عشان افكك تاني الصابون، فبدل ما احطها تاني على النار بقى اهو. اهو يا حبايبي بقى هدوبه تاني عشان افكك الصابون كويس. انا هدوبه تاني وارجع لكم. بصوا يا حبايبي التقل بتاعه عامل ازاي، تحفه. بصوا روعه بجد اهو، جميل جدا. هجيب لها ميه تاني اهو يا حبايبي. انا حاطه طبعا مطرح الطبق اللي كان فيه المكونات دي ميه سخنه، انا جايباها من السخان. تمام اهو. انا بس بحط ميه سخنه عشان الصابون كان لسه مكلكع، بس هو فك اهو زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي. انا بعد كده هحط صابون سايل. ده الصابون السائل اللي كنت عاملاه معاكم على القناه من كام يوم. شوفوا تقله تحفه بجد، روعه، جميل جدا جدا، وعاملينه باقل حاجه. طبعا اي صابون، انا حطيت حوالي لتر كده. انت عندك اي صابون سايل حطي بقى، عندك بتاع الشركات ممكن تحطي كده كوبايه. ما عندكيش ممكن تجيبي من بتاع المنظفات، بيبيع بالكيلو كده رخيص ب4 جنيه تقريبا. تمام. ما عندكيش بقى صابون سايل ممكن تحطي برسيل جل اهو يا حبايبي. انا هكمل بقيه اللتر. انا عندي كمان صابون سايل كده اهو، نوع تاني كده عندي اهو. تمام. وهقلب كله، هقلب كويس. انت حطي يعني الصابون السائل او البرسيل الجل تحطي لتر 2 مفيش اي مشكله، ده بيعمل ما بيأثرش يعني كويس. هيديكي رغوه حلوه قوي، هيديكي رغوه حلوه قوي. شوفوا تقولوا عامل ازاي، جميل جدا جدا. بصوا يا حبايبي انا هحط كده كيس برسيل جل. ده بتاع الملابس الداكنه. لو انت انا حابه احط ده تمام احط كيس. لو انت عندك بقى برسيل جل باللافندر حطي، ده جميل قوي برضو. لحظه واحده بقى هفضيه اهو يا حبايبي. بقى هقلبه كويس. لو انت مش عايزه تحطي اللي هو بتاع الملابس السوداء ممكن تحطي اللي هو باللافندر، بس اصلا الصابونه بريحه مديلها ريحه تحفه. وتقولوا عامل ازاي، روعه. احلى برسيل جل اللي بنعمله مع بعض. هحط له كمان حاجه يا حبايبي، بس انتوا مش عايزين تحطوا براحتكم. ده فانيش كنت عاملاه معاكم على القناه، شوفوا جميل جدا، روعه بجد. احنا حاطين كده مكونات بجد هتخليك الهدوم بتاعتك زي الفل وتقدرك على اصعب البقع. وكمان عملنا من اقل تكلفه من برو الصابون اللي بيبقى الحتت الصغيره بتترمي دي، عملنا بيها احلى برسيل جل، يعني ما كلفتناش حاجه. وحطينا مكونات موجوده عندنا في البيت. الصابون السائل موجود عندي، ممكن تشتري لو ما عندكيش. حطيت فانيش برضو كان موجود عندي، زهره بيضه، معلقه معلقه دنكار، معلقتين سكر، حاجات بسيطه قوي هتخلي لك احلى برسيل جل، يخلي لك الهدوم بتاعتك زي الفل منوره كده، بجد روعه. انا يا حبايبي بس حطيت ميه في الطبق ده، حطيت شويه كمان يجي لتر كده، بس الكاميرا فصلت مني. تمام. انا حطيت ميه من الحنفيه عاديه خالص. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي، لحظه واحده اهو يا حبايبي. الوصفه اصلا خلصت بقى، هحط اللون. تمام. بجيبه بودره كده زي ما بقول لكم، وايه واحط عليها ميه عشان ما تكلكعش مني اهو يا حبايبي. بعد ما حطيت كمان شويه لون. طبعا انت مش عايزه تحطي لون خالص مفيش اي مشكله. تمام. احنا كده خلصنا الوصفه بتاعتنا، سهله جدا جدا. هوريكم التقل بتاعه. هنشوف التقل بتاعه يا حبايبي. شوفوا التقل بتاعه عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه، عامل ازاي، روعه. لسه كمان لما يبرد هتلاقيه اتقل من كده، والرغاوه دي هتروح خالص اول ما يبرد. شوفوا تقله عامل ازاي. انت هتسيبيه تاني يوم هتلاقيه تقل منك اكتر من كده. بجد البرسيل ده تحفه. احنا مش هنجيبه من بره بالمكونات الحلوه اللي فيه، بجد روعه. عمرنا ما هنجيبه كده، ده احسن من بتاع بره. وبجد هيخلي لك هدومك زي الفل. شوفوا عامل ازاي، روعه. مفيش بقى احسن ولا اجمل من كده. ازاي، روعه بجد. جربوه بجد وقولوا لي كده في التعليقات، بجد تحفه. وطبعا انت لو اشتريتي زي بتاع الشركات هتلاقيه غالي. انت هتعمليه في البيت باقل تكلفه. انا بعمل معاكم باقل تكلفه، حاجات بسيطه حطيناها عليه بجد، وهيخلي لك الهدوم بتاعتك زي الفل. وكمان هتزوديه بميه لانه تقيل. عامل ازاي. طبعا انت لو عايزاه اشد من كده ممكن تحطي له نص معلقه صودا تدوبيها جواه. بصوا عامل ازاي، روعه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ يا ريت لو بيعجبكم وصفاتي ما تنسوش باللايك. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ تحفه تحفه تحفه.
اهو جامد. يا ريت ما تنسوناش باللايك، وريت تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.